سلام، على بالي درتو من قبل خبز النان الهندي ورفقته مع الباتر تشيكن، بس انا هاد الخضره جبت لكم طريقتي على شكل مملحات. جاتني الفكره في راسي وطبقتها وقلت نشاركها معكم. انا كنت رافقتها مع الدجاج المقرمش اللي يجي مقرمش من برا وطري من الداخل. نبدو بسم الله على بركه الله في وصفه تاعنا اللي نسحقوا فيها. اول حاجه غادي نبدا فيها، غادي نبدا بالدجاج المقرمش اللي نسحق هنايا حبه تاع بيض مع كاس تاع الحليب، نزيد عليهم مغرف صغيره تاع موطاق، توابل تاع الدجاج، سكنجبير، الكركم والحرور الا كان عندكم. انا ما كانش عندي، درت هنايا الفله حمراء، درت جوج فصوص تاع الثوم مربي والملح، وهنا درت جوج مغارف تاع الزيت. نخلط كاع هاد المقادير، نزيد عليهم تاني هنايا كاس تاع فرينه ونخلط حتى تدخل غايه ديك الفرينه في الخليط. ومن بعد تاني نزيد عليهم تاني كاس زاوج تاع الفرينه، بس انا ما عمرتهش، كيما هكا فوق النص بشويه، ونخلط حتى تاني تدخل هذيك الفرينه. وهنايا كنت مقطعه الدجاج بالطول وغادي نضيفها للخليط تاعنا. نحطها كاع هنا كميه تاع الدجاج على حسب نتوما عندكم. انا راني دايره زوج 3 طاس ذره، نخلطهم ونبلع عليهم ونخليهم حوالي ساعه ساعتين حتى لي يتشربوا مليح. من جهه نروح نحضروا الخبز تاعنا، نسحقوا فيه 3 كيسان تاع فرينه. غادي نديروا مغرف تاع خماره كما راكم تشوفوا، متكونش معمره ممسوحه هكا، ونزيد عليها تاني نص مغرف تاع السكر. هنايا عبرت كاس تاع حليب باش نشوف شحال يديلي عبر في يعني المجموع تاع الحليب شحال يديلي. هنايا درت الحليب، درت قد ما تتفاعل هذيك الخميره فيه. ونروحوا هنايا للفرينه، نزيد عليها 4 مغارف تاع الزيت كما راكم تشوفوا، ونزيد عليها تاني وحده تاع قوط ياغورت طبيعي نضيفها للخليط. من بعد شنديرو نجيبو الملح، هنايا درت نص مغرف، ونجيب تاني هذيك الخميره اللي كانت تفاعلت نضيفها للخليط، ونبدا نلم العجينه تاعي بالحليب الدافي. هنا نبدا نلم فيها حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه، ما تكونش جاريه بزاف، المهم تكون طريه وتلاصق في اليدين. دوك نوري لكم على التالي شحال دات لي حليب. هنا راني نلم فيها، وهذا هو القوام تاعها. شوفوا كيفاش تجي شويه طريه. شنديرو نحطوها هنايا في البوطاجي ونعجنوها شويه قد ما تولي لنا رطبه. هنايا ما تسحقش بزاف تاع عجين، نلموها. وهنا وريت لكم شحال دات لي كميه تاع الحليب. نغطوها ونخلوها تخمر. بعد اللي تخمر هنايا شنديرو نديغازيوها، نخرجوا لها كاع هذاك الهواء اللي يكون فيها، نحطوها على البوطاجي ونبدا نقسم فيها هنايا الى كريات. انا درت ما بين 60 غرام و50 غرام. بعد اللي نكملهم كاع نكورهم بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، ونغطيهم ونخليهم على جهه. نروحوا بعد كنا بعد اللي نكملوهم نجيبو نبداو نحلو بالوحده. نجيبو هنايا الفرماج، هنا الكميه تاع الفرماج على حسب ما تبغوا. وهنايا قد ما ديروا فرماج قد ما يجيكم الخبز تاعكم بنين. نبلعوها هنايا على شكل رزمه كما راكم تشوفوا، نحاولوا نبلعوها غايه باش كي تكون طيب ما يخرجلناش هذاك الفرماج. ونكملوا كاع هذوك الحبات اللي راهم عندنا بنفس الطريقه. نروحوا هنا بعد اللي كملناها باش نديرو هكا، نعاون روحي بيدي باش نمشي هذاك الفرماج اللي يكون فيها. من بعد نحلها هكا بالوراق. هنا ما تحلوهاش رقيقه بزاف، ما تحلوهاش خشينه بزاف، يعني على حساب الحجم تاع الحبات تاعكم. ونروحوا نحطوها على طاجين يكون حامي، وهنا غير تحطوها تمتم قدروا تقلبوا فيها باش تنفخ لكم تجيكم خاويه من الداخل. هنايا الطريقه تاعها تطيب صار لها كيما تاع البطبوط، كل دقيقه تقلبوا فيها وتدوروا باش الحبه تاعكم تطلع لكم. واذا شفتوها نتقبت لكم عادي بلعوها بهذاك المغرف تكونوا تقلبوا بها. هنايا عاود لكم حبه واحده اخرى، يعني قبل ما تطيب نقلبها، نقعد نقلب فيها حتى تشوفوها انتفخت لكم. هنا كي تشوفوها بدات تنتفخ نقلبها على الجهه اللي تكون تحمرت ونخليها تطلع كيما هكا. تشوفوا الحبه تاعكم انتفخت لكم. هنا طريقه تاعها سهله في الطياب، برك تبعوا الخطوات وراح تنجحوا فيها ان شاء الله. ونكملوا هذوك الحبات اللي بقاو لنا بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. نروحوا هنايا نقسم لكم حبه بعد اللي طابت. شوفوا هنايا يجي من الداخل خاوي، وقد ما درتوا له فرماج قد ما يجيكم بنين. من جهه اخرى نروحوا نحضروا الكريسبي. عندي هنايا في بسينه حطيت 2 كيسان تاع فرينه، غادي نزيد عليهم نص كاس تاع المايزينا. هنا دورت على المايزينا، غادي تمد لي قرمشه للدجاج تاعي من برا. زدت عليهم نفس التوابل اللي كنت درتهم في الدجاج من الداخل، خلطتهم غايه مع بعضها. من بعد نجبدوا هذاك الدجاج اللي كان تشرب ودا النكهه تاع التوابل، ونحطوه في الفرينه اللي كنا وجدناها. نبدا نحط بالوحده. واش نديرو هنا من الاحسن نديرو هكا قابصه باش تعاونكم في الخدمه. نخلط مليح كما راكم تشوفوا. من بعد هنا شنديرو نقعد نضغط عليه هكا بيديا ونجبد وننفض باش نتحصل على هذوك الحراشف اللي يجوا في الدجاج. بعد اللي نكمل كاع هذاك الدجاج اللي عندي شنديرو نجيبو الزيت بعد اللي كنا حميناه
ونبدا نقلي في الكريسبي تاعنا. هنا النار تكون متوسطه باش يطيب لكم الداخل وما يجيكمش خضر. بعد اللي يطيب نحطه في ورق ماس باش يشرب لنا هذاك الزيت. هنا هذا هو الخبز تاعي بعد اللي كملته. يبقى انا دروك غير نوجدوا المملحه تاعنا. هنا حطيت الخبز وزدت عليه من الفوق. شوفوا اي صوص تفضلوها نتوما. انا كانت عندي صوص الجيريان درتها، تقدروا ديروا مايونيز ولا حتى تقدروا ديروا هذاك الفرماج تاع الطلي. زدت السلطه كما شفتوا تاع الحشيش، زدت الفرماج وزدت عليهم تاني الكريسبي اللي كنا وجدناه مع بعض، ودرت تاني من فوق صوص حاره ورشيتها بالجنجلان وبلحت عليهم بالخيط الخيشه. وهذه هي الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. خلوا لي رايكم في الكومنتار، رايكم يهمني. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات سهلين. سلام.